اهلا. ده فيديو جديد، والصراحة الفيديو ده تقيل عليا جدا في تصويره، في الكلام اللي انا عايز اقوله فيه. وكنت عايز مخطط للفيديو ده بقالي شوية حلوين، يعني من ساعة موت اسماعيل هنية. يعني في كلام كتير في الفيديو ده، بس معلش يعني بفتح شوية حاجات هنا عشان اقدر اتكلم في الافكار دي، ويبقى معايا دلائل وبتكلم يعني بحاجات منصوصة صريحة، مش اللي هي عاملة في دقيقة واحدة. يعني هنا يعني خلونا طيب فين أعرف اسماعيل. اللاب ما عملش أبديت من فترة، بس اعذرونا. اسماعيل أعرفه. يعني ايه، هو لسه بيتجمع. يعني بس كده. من هنا بقى نقدر نقول ان دي البداية الحقيقية للفيديو. يعني اظن ان احنا طولنا خدنا دقيقتين عبال ما ابتدينا واتكلمنا، بس الفيديو ده تقيل عليا جدا جدا جدا، لاني انا مش عارف اقول ايه، ومش عارف اعرض الفكرة ازاي، وهل اعرضها بالطريقة اللي انا متخيلها ولا لا. والساعة دلوقتي يعني اهي 10 وربع بالليل، وانا عايز انام جدا مش قادر، يعني بسبب ان انا صاحي بدري وما نمتش كفايتي من النوم، يعني بتاع حوارات كتير كده. ومفيش فيديو هينزل الأسبوع الجديد، فأنا لازم أقعد أصور الفيديو ده. وده شيء شبه مقصود، لأن كل مرة كنت بصور مثلا ممكن أقعد أصور فيديوهات، 3 4 فيديوهات في 3 4 أيام ورا بعض، وأخلصهم تلوين وبتاع وأعمل لهم جدولة فيتنشروا مثلا ممكن أسبوع أسبوعين. يعني الفترة الأخيرة أصلا مدة شهرين اللي فاتوا، اللي هو الانتظام في النشر، هي كلها كانت فيديوهات متصورة في أوقات قريبة من بعض، يعني كل يومين يوم بكل فيديو التاني، فتلاقيهم ماشيين كده ورا بعض، وكل كان في أفكار يعني. وحتى كان في فيديوهات فيهم اتصورت وما اترفعتش يعني، بس ما كانتش بالجودة المطلوبة أو بالجودة الكافية، أو إن هي مش بالجودة الكافية، لأن الفيديوهات دي أصلا مش بالجودة الكافية. بس هي فكرة إن هي الفيديوهات دي كانت ملعبكة في بعضها، فأنا أنا ذات نفسي مكنتش فاهم منها حاجة، فقلت هرفع عليه أو هتكلم مع الناس فيها ليه، أو هتكلم مع نفسي في المستقبل فيها ليه. يعني هي ملعبكة وأنا مش فاهم منها حاجة، فإزاي هفهم في المستقبل. ولكن الفيديو ده كان متخطط له زي ما قلت من قبل، يعني كان متخطط إن هو يتصور في قبل إسماعيل هنية بيوم، أو يوم مقتل إسماعيل هنية. وأنا فاكر يوم مقتل إسماعيل هنية كنت في الأرض، ف شغال بجمع البتنجانة مع والدتي. فالسوشيال ميديا مقلوبة، وعندي الواتساب والبتاع فيه ستوريز كتير، والتليجرام عليه أكتر من رسالة من أكتر من حد، كان تقريبا بين سامي وإسماعيل عرفة، أكتر من حد كاتب على التليجرام في القناة تشانلز بتاعتهم. فمستغرب، فدخلت أبص على الأحداث لقيت إن قائد إسماعيل هنية مات. ماشي، اللي فيها. فكنت عايز اصور فيديو بيتكلم عن القضية، بما ان كان في فترة طويلة وبتاع والناس نسيت وبتاع، فقلت استنى شوية لان في زخم كبير هيحصل في الفترة دي، ومفيش احداث هتطلع الفترة الجاية يعني، او الناس هترجع تنسى تاني كمان اسبوع ولا حاجة، فهننشر بعدها علشان بس نفكر ونوعي الناس. ولكن يعني احنا عشان السميع العليم ان احنا نسيب وقت كبير كده وننسى احنا اخرين.
الفيديو ولكن ما ننساش القضية. وده شيء مهم جدا يعني. أعتقد إن الناس دلوقتي نسيت هي كانت بادئة ليه. وأنا الصراحة في البداية كنت مستغرب لما الناس بتقولك إن بعد أحداث 7 أكتوبر الأخيرة إن شكل العالم هيتغير، وإزاي الناس بتقول إن أحداث 7 أكتوبر هتغير الواقع. ودلوقتي فهمت يعتبر، لأن الأحداث دي بينت حاجات كتير جدا. يمكن هم كانوا عندهم نظرة شايفين الأمور قدام، ولكن احنا أنا كنت شايف إن الحكاية دي، أنا كنت شايفه اللي هو طوفان أقصى، يعني حاجة لا رد للمقاومة زي أي رد وبتاع. ولكن اللي أثبت كده إن المقاومة بقالها 10 شهور شغالة. يعني هو النهاردة، يعني كمان 7 أيام بالظبط هيكون بقالها 10 شهور شغالة. 10 شهور حرب، أزيد من 300 يوم حرب. وكان في إحصائية كنت قريتها إن غزة محتاجة على الأقل 16 سنة عشان ترجع للوضع اللي قبل منه، قبل ما كانت الحرب. إعادة إعمار 16 سنة عشان ترجع للوضع اللي كان قبل الحرب، مش اللي هو التطور كمان يعني. وده شيء، في حاجات كتيرة جدا وفي كلام كتير يعني. ولكن يعني دلوقتي يعني، وشايف ده كتير لأن السردية دلوقتي اختلفت. يعني السردية بدل ما كانت معاهم بس، احنا دلوقتي قدرنا نعمل. واي نعم احنا مقاطعين وكل حاجة، ولكن في حاجات احنا المفروض نعملها تانية يعني. كان في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان في كتاب جامع العلوم والحكم، ابن رجب الخليلي وعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، سوري، ابن رجب الحنبلي، كان بيقول فيه وقد روى وقد روي معناه في وجه آخر، فخرجه مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني. وروى سالم المردي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد في سلطانهم، لا ينجون منه إلا رجل عرف دينه بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله فصدق به، والأول عليه سابقه، ورجل عرف دين الله فسكت، فإن رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك الذي ينجو على إبطائه. وهذا غريب وإسناده منقطع يعني. وفي أحاديث كتير جدا في الباب ده يعني. وممكن يعني هو في باب الحديث ده دي واحدة. الحديث هو الحديث 34، هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. يعني ممكن تبقى تقرأ عليه، والبتاع كبير يعني. في أحاديث كتير في الباب ده وبتاع. بس وأنا جاي هنا أتكلم عن، يمكن في القضية كلها أنا هبعد عن كل النقاط التانية وأتكلم عن كده: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي هم اخواتنا في فلسطين بيعملوا دلوقتي، اللي هو المقاومة والكلام ده كله. بس هل ده المجاهدة باليد بس؟ لا، وده شق هنتكلم فيه كمان شوية. فمن لم يستطع فبلسانه، زي ما احنا بنعمل دلوقتي، بنتكلم، بنقول سرديتنا، نعمل فيديوهات بالإنجليزي، نعمل فيديوهات بكل لغات العالم، نتكلم، نطلع على السوشيال ميديا، نقول ونوعي والكلام ده كله. فمن لم يستطع فبقلبه،
اللي هو انت متيقن من جواك ان ده غلط وان ما ينفعش ده يحصل خلاص فبقلب وذلك اضعف الايمان. واحنا معظمنا دلوقتي هو خلاص هو اعتزل المشهد، حتى ما بقاش في قلبه يعني. وانا بتيجي عليا لحظات كده كتير، مش عايز اقول يعني، لان اعتدنا بقالنا كتير في الوضع ده، والوضع المرة دي مختلف فعلا عن كل مرة، لان السردية اصبحت لينا مع كل الحجب اللي بيحصل من المنصات دي. واحنا عارفين ان هم اللي في ايدهم السلطة وهم اللي في ايدهم القوة، فديت مديهم قوة علينا، ومخلي سردياتهم هي اللي تمشي ويوقفوا الفيديوهات دي علشان بتحرض وبتعادي السامية. ده مش موضوعنا برضو دلوقتي خالص، احنا دلوقتي بنتكلم عن جزء في القضية، جزء بسيط جدا، واللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فاحنا ازاي هنغيره بيدنا طالما ما دام انا قلت ان هما بيعملوا ده، بس مش ده كل الشق، ازاي بنعمل ما نغيروش بيدنا؟ خلونا نتكلم بقى، نبدأ من أول حاجة احنا بنعملها، اللي هي طلعت دلوقتي، اللي هي المقاطعة، اللي هي طلعت من أول الحرب. والمقاطعة دي مستمرة معاك مدى الحياة، هما بيدعموهم فخلاص هي مستمرة معاك مدى الحياة. فالمقاطعة هو شيء لابد منه، حتى لو هتقاطع في ازازة مية دي ما عنديش مشكلة فيه. وانا ذات نفسي يعني بلوم نفسي حتى لو جبت ازازة مية ومش واخد بالي، وده حصل وظهرت معايا في فيديو قبل كده بس اعتذرت عنها يعني بتاع. بس يعني انا اسف برضو عليها تاني، وما كنتش فعلا في اليوم ده واخد بالي خالص، وما قريتش الشركة والكلام ده كله. ولكن يعني آه، في المقاطعة فيها كذا جزء، احنا منقطعين شوية حاجات ملهاش لازمة يعني، لو استغنينا عنهم برضه مش هتفرق. يعني شوية شيبسي على كنزات، على مش عارف ايه، على اللي هم حاجات رفاهيات اصلا، يعني مش حاجات اساسية، لا هي مجرد شوية رفاهيات. وحتى مش كل الشعب مقاطع ومش كل الناس مقاطعة، وعادي مش فارق معايا، المهم معايا نفسي ساعة ما اروح هناك اتكلم فيه. ولكن احنا ممكن في حاجات تانية في ايدينا ان احنا نعملها. يعني في شركات احنا بنستهلك منتجاتهم بشكل دوري وبنديهم فلوسنا وهما بيدعموهم، واحنا منقدرش نقول لهم حاجة لان هما اللي في ايديهم القوة. شركات زي الشركة اللي منها هذا الاخ، يعني هو هو بيدعمهم بشكل اساسي وصريح وواضح. بس احنا منقدرش لان احنا ما عندناش شركات او ما عندناش ناس تنافس تعمل حاجات زي دي، لابات، سمارت فونز، تليفونات. ما عندناش حاجات تعمل. حتى المنصات السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم عليها بتاعتهم، يعني مش حد غريب. يعني منصة اكس دلوقتي هي تبع اسرائيل بشكل علني وصريح، وعلشان تدفع الربح عليها انت لازم تدي معلوماتك للاستخبارات الاسرائيلية صريحة كده، يعني صباح الفل. فاحنا واصلين لفين؟ فكان في حتى اللي بيتكلم بالرغم ان الكلام ده مكتوب في كتاب خيل الازهر بقاله كتير، كان بيرد على لويس عوض في موضوع تاني وفي الكلام ده كله. ولكن كنت عملت فيديو برضه عن الموضوع ده، اللي هو كيف لماذا تخلف العرب عن ركب الصدارة. وهو يعني كان بيتكلم عن موضوع ان مشكلة العرب هي دايما هي عندها العلوم لكن ما تعرفش ازاي تطبق العلوم دي على ارض الواقع وتحولها. واحنا دلوقتي اظن ان احنا محتاجين نطبق حاجات كتير جدا، من اول منظومة الدفاع اللي بتساعدهم ازاي يعني دلوقتي اول ما الاسرائيليين عرفوا ان هم مش قادرين المقاومة سحبوا جنودهم وطلع بالطيارات بيقصف المدني وفي العسكري في كله، وإبادة جماعية كل يوم. وحتى يعني كان منشور بوست قريب بيقول لك ايه لما اسماعيل عارفه يقول لما بفتح وسائل التواصل بلاقي الناس بتكتب في مواضيع ملهاش اي معنى بجانب اللي حصل النهارده.
من الأولمبيات للزواج للاقتصاد للأغاني الترندات التفاؤل الكوميديا وأنا هعيش في أحقر وأخس فترة منذ وعيت على الدنيا. أنا مش عارف إزاي الناس عايش وهو متغافل على اللي بيحصل ومسير حياته بشكل طبيعي ومستمر في مشاركة البوستات الرخيصة والتافهة. منذ عدة أيام جلست أحد العائدين من غزة، والله مثل الراجل أن يصف ما رآه. أي كلام وأي مواضيع وأي نقاشات وأي عمل سوى ما يوجه لتحرير أهل هذه البقعة فهو كلام ساقط وسافل. الصورة الأشياء تم تجميعها في أكياس، وجيرانها لها الجثث فرحانين بحتة حديدة في الأولمبياد. خيبة من بعدها خيبة وخزي ما بعدها خزي، ألا نعمة الله على الظالمين. يعني وحتى كان نشر في منشور هو مضحك مبكي في نفس الوقت. يعني الإنسان جاء في الإنسان الأبيض الأمريكي وهو بيقول للطفل ماسك كيس ده فيه دم، يقول لك ما تعرفش إن كيس البلاستيك دي خطر على البيئة، وهي كيس البلاستيك دي بيوزنوا فيها لأشلاء 70 كل 70 كيلو شهيد. يعني أنت متخيل المأساة؟ يعني بيحتسبوا كل 70 كيلو شهيد. يعني انتوا متخيلين الوضع يا اخوانا؟ يعني انتوا متخيلين الوضع؟ عارفين متخيلين الوضع؟ يعني دلوقتي مبقاش همهم ان هم يدفنوا الشهداء، بقى همهم ان هم ي... ان الشهيد يطلع كامل. الشهيد يطلع كامل. الواحد لما يجي يدفن ابنه يقولك اتمنى ان هو يبقى جثته كاملة، مش راسه لوحده ودراعه لوحده وجسمه كله اشلاء بيتجمع كل 70 كيلو لواحد. يعني متخيلين الوضع؟ فين فين الكلام ده عامل ازاي؟ يعني انت لما تيجي تتكلم، لما تيجي تدفن ابنك وتيجي تبص تلاقيه صابر مبتسم، ازاي؟ تلاقي في نص العناء ده انه ميت، ولاده ميتين، احفاده ميتين، وهو واقف بيقدم مهمته من والد دحدوح اللي قاعد مراسل وابنه ميت وولاده ميتين وتلاقيه صابر في عز الصبر، واحنا قاعدين ما بنعملش حاجه. حرفيا ما بنعملش حاجه. بنعمل ايه؟ بنعمل إيه عشان نساعدهم؟ بنقطع شويه شركات ملهاش لازمه. يعني احنا اصلا لو استغنينا عنهم مش هيجرى لنا حاجه. يعني ازاي؟ كيف ننصر هذه الامه ونحن في هذا الشتات ونحن في هذا الضياع؟ يعني يا اخوانا بالله عليكم ناقصه. يعني يا عم احنا مش قادرين حتى ننافسهم في شويه شركات، يعني مش قادرين ننافسهم في ان احنا نعمل شركه ننشر رأينا ننشر قضيتنا. يعني مش قادرين نتكلم عن أي موضوع تاني. يعني حتى الكلام عن الموضوع مش قادرين عليه، هم مسيطرين على الوضع. ويجي يقول لك أصل مش عارف إيه، وأصل هم باعوا فين؟ عملوا إزاي ده يبيع؟ يعني اللي زي ده هيبيع إزاي؟ بعرض لمين؟ قول لي. يعني قول لي الوضع عامل إزاي؟ تيجي تبص على الوضع هناك تلاقي يعني حتى وضع القادة هناك مش القادة هناك اللي يقولك محتمين بقى ما أولادهم استشهدوا وهم استشهدوا. فين؟ فين الناس اللي بتطلع؟ فين؟ يعني أنت هتعمل الناس دول إيه؟ أما تيجي تتسأل يوم القيامة يقولك المؤمن اللي هناك ده ولا المسلم اللي هناك ده جنبك ب1000 كيلو. أنا بتكلم دلوقتي عن مصر. ب1000 كيلو وأنت ما عملتوش حاجة. عملت إيه تجاه؟ دعمته إزاي؟ يعني حتى إحنا بقينا نتناسى الوضع وننساه. يعني وانا اولكم مش حد بعيد يعني، بس والناس دي تيجي تبص عليهم تلاقيهم صعبين علينا فعلا الفاتوره. يعني كان في اللي هو يقول لك ابن استشهد وهو بيحارب عادي. عادي هو محتسب وصابر عادي. هو استشهد، انا بكره نوع الشهاده، انا بكره استشهد. يعني وفعلا يعني
ليمحص الله الذين آمنوا منكم ويمحق الكافرين. هي بس يعني يمحص الله الذين آمنوا منكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله مثل الذين قتلوا من قبلكم مستهم الضراء والبأساء والضراء حتى زلزلوا. هو أنت لازم تدفع ضريبة إن الأرض دي تحررها. وأنت تقدر ما تقوليش إحنا قاعدين بعيد عنهم ما نقدرش يفتحوا الحدود إحنا، لا، أنت تقدر تعمل يا حبيبي. تقدر تعمل بكلامك، تقدر تعمل بفعلك، تقدر تعمل بشغلك، تقدر تعمل وي. لما تكون دولة عندك قوة وعندك صوت تقدر تتكلم وتقدر تعمل. احنا شايفين دلوقتي الغرب والوجه القبيح ليه مع البجاحة العامية ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، والأمم المتحدة بتطلع نحن نشدد وأمريكا بتطلع ولا في أي حاجة. يعني على رأي حد كان بيقولك عليه، كان رافع بص مضحك مبكي في نفس الوقت، يقولك يا ابني مش كده، انسحب واضرب من تحت تنغز. يعني المرة دي مختلفة عن كل مرة لأن الانفجار علني والسكوت علني. الدول دي اللي كان اعترضت على تنظيم رياضة عندك وإن أنت تفرض مبادئك وقوانينك، رفضت. يعني أنت عايز إيه من مجتمع؟ مش مجتمع، من عالم ساكت شد بلاستر. عايز إيه؟ عايز ألفات يوادوا في جميع أنحاء العالم محدش يتكلم. أنا مبتكلمش هنا عن غزة بس ولا السودان ولا فلسطين عموما ولا في ولا لا، بتكلم عن العالم كله، عن المسلمين اللي في الأوغور وعن المسلمين اللي في الصين وعن اللي في الهند وعن انت بتتكلم عن حاجة عالمية يعني. واحنا لازم نتكلم عن قضية واحدة بس. فمن حتة ان تستطيع بيدك، فانت تستطيع نعمل ابلكيشن وكلنا نساهم فيه، كلنا نعمل فيه ابلكيشن يقدر يساعدنا ان احنا ننشر صوتنا وننشر زي ما هم وننافسهم في حاجتهم. لازم ننافس، لازم نجتهد، لازم نرفع هذه الأمة. احنا ما شلناش الأمة دي وما عملناش حاجة لينا والأجيال اللي بعدين هنعمل ايه؟ يعني ماذا خلقنا هنا؟ ماذا خلقنا؟ يعني خلقنا لله واللعب؟ يعني حتى كنت بتفرج على فيديو قصير مدة 3 دقايق كان بيتكلم عن فكرة الموت. يقول لك ليه بنخاف من الموت؟ يعني هو الموت هو مطب، فانت جاي 70 سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة 1000 سنة زي سيدنا نوح، هتيجي قصادهم لا نهاية. يعني في مطب في النص. يعني ما تيجي تبص، يعني ما تضحي يا عم ال 100 سنة دول قصاد ما لا نهاية. يعني ما لا نهاية احنا ما بنيجي نستخدمها في الرياضة احنا ما بنتخيلهاش. يعني ما بنتخيلهاش في الرياضة، فما بالك ان انت هتعيش ما لا نهاية. يعني وتبص في الجنة وتبص في نعيمها وتبص. يعني ودلوقتي أنا أظن إن الناس اللي في غزة دول هم قربوا لدرجة الصحابة وأبو بكر. يعني حتى كنت بتواصل مع صديقي يقول لك إنما هو إيمان وطن في قلب. لما يجي يقول لك النبي يقول لك لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبو بكر في كفة رجعت إيمان أبو بكر. لما تيجي تبص وما من أحد له يد في الإسلام إلا كافأناه بها إلا أبو بكر له يد لم نكافئه بها رجعتها إلى الله يكافئه بها. لما تيجي تبص إن الجماعة دول عايزين منه إيه؟ أبو بكر إنما هو إيمان وطن في قلب، دول برضو إنما هو إيمان وطن في قلوبهم. وطن في قلوبهم إن ابنه يستشهد قدامه وهو صابر محتسب عند الله ويقوم يدفنه ويبقى كل حلمه دلوقتي إن ابنه يستشهد. ساعة ما يستشهد يبقى جزء واحد. عايز من عالم في كده، عايز من ناس فيها إن ابنه يكون مولود راح يطلع له شهادة ميلاد في نفس الوقت، وبعد ما يطلع شهادة ميلاد يحصل قذف إنه يموت. يعني هو لسه بيطلع له شهادة الميلاد يموت وهو بيعمل له شهادة الميلاد. عايز من شعب
عايزين من أمة ساكتة عن الموضوع ده، عايز من أمة يعني هي طب ما دام احنا الموضوع بعيد عننا واحنا مترفين فخلاص عادي. عادي ان احنا نقعد على السوشيال ميديا نتفرج على تفاهة وي وي، واخواتنا بينقصفوا، مش لاقيين حتى مأوى يأتوا إليه، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين، مش عارفين يعيشوا، مش لاقيين سبل الحياة الإنسان الطبيعي، المية اللي هي دي مش لاقيينها. في الآخر يجي كل مشكلتنا إن إحنا مش قادرين نقاطع. وأظن إن القضية دي كشفت حاجات كتير وناس كتير، وعرفتنا مين ناخد مين قدوة ومين مناخدش قدوة، وبينت إن إحنا مينفعش حتى نهائي بشكل قاطع إن إحنا ناخد ممثل قدوة، لاعب كرة قدوة، لأن دي مش مهمته. مش مهمته إن هو يدافع عن ده، هو بيعمل لك شيء ترفيهي، هو مهمته إن هو يلهيك عشان يكسب منك فلوس. إن هو يرشدك للطريق الصح دي مش مهمته، دي مش بتاعته. هو بس هو مهمته ان هو يسليك، مهمته ان هو يلهيك بس، يجي يطلع لك كلمتين يريحوك وبعد كده اشتغل معاهم عادي ويقبض منهم ويتصور عادي خالص. الدنيا تيجي عليه يطلع يعتذر والكلام ده وشوية طبطبة والناس بتنسى وعادي وشغالة يعني. والأمثلة في دي كتير يعني. وكان في حتة نتكلم بما إننا بنتكلم في الموضوع ده، يعني ناس كتير تقول لك نتن وياهو أو النتن، خلينا نقول نتن، وقف قدام الكونجرس الأمريكي وخلي أمريكا تدعمه ومش عارف إيه يعني، وعشان يبين لك قوة الحاجة اللي بتحصل دلوقتي أو اللي حاصلة من 7 أكتوبر اللي فات، يعني اللي هي قربت ناقصلها شهرين 2 وتوصل على سنة، والناس دي بتحارب وبتعاني، وأنت كل معاناتك في إيه؟ في كيس مش قادر تستغنى عنه، ولا إزازة مش قادر تبطل، ولا ايه يعني. انت حتى مش قادر، يعني احنا مش قادرين نعمل حاجة. كل الشركات يعني حتى يا شيخ هما بيطلعوا شركات يعني شركة ويز المخبر الاقتصادي كان عامل حلقة عنها، اللي هي تبع اللي هي أكبر شركة أمن سيبراني في العالم، سايبراني في العالم، هي تبعهم، هي ملكهم يعني. استني ايه وهم قاعدين يطوروا يبنوا يعملوا يبقوا قوة، وانت مش قادر تقاطع، ولا انت بتبني ولا انت بتعمل، ولا انت مستني ايه من شعب هو اصلا ما يعرفش اساس الدين؟ مستني ايه من امة هي شغلت بالدنيا ونسيت الاخرة؟ مستني ايه من امة هي ثابت بقت الدنيا اكبر همها ونسيت الاخرة فسلط عليهم الله شتاتا؟ وخلينا نتكلم عن موقف النتن اللي هو بيقول لك وقف نيستون تشارلز أمام الكونجرس الأمريكي 3 مرات خلال أوقات عصيبة مرت بها أوروبا وأمريكا مرتين منهم خلال الحرب العالمية الثانية، والمرة الثالثة وسط تصاعد التوترات بين أمريكا وروسيا في بداية الحرب الباردة. لم يتوقف على نيستون تشارلز في عدد الكلمات أمام سوى نتنياهو بعد إلقاء كلمته الرابعة أمس أمام الكونجرس الأمريكي، ولكن نتنياهو هذه المرة لم يلقي بكلمة خلال حرب عالمية أو حرب باردة بين القوى العظمى، ولكنه تحدث أمام صناع القرار ونخبة السياسة الأمريكيين ليخبرهم أن إسرائيل سوف تنتصر على مجموعة من الفلسطينيين المحاصرين الذين يدافعون عن أرضهم لشهور طويلة أمام إسرائيل صاحبة أحدث وأقوى الجيوش في المنطقة والمدعومة دعما مطلقا من أمريكا القوى الأولى في العالم. لذلك ينبغي أن يثير مشهد احتفال الكونجرس الأمريكي بنتنياهو غضبا واستيئا، ولكنه في الواقع هو من المفترض أن يبعث الفخر والاعتزاز لكل فلسطيني وكل حد وشريف ساهم في رسم هذه الصورة الكاشفة الواضحة المخزية لأمريكا وإسرائيل. يعني مستوعبين البوست المكتوب ده او المقولة اللي انا لسه قايلها؟ يعني هو بيقول لك هو لك هننتصر في حرب دايما بقالها 10 شهور على مجموعة من الفلسطينيين كانوا بيحسبوا لهم معدل السعرات اللي بيدخل لهم كل يوم، معدل السعرات الحرارية اللي بياكلها كل شخص
داخل غزة من 2 مليون إنسان اللي كانوا قاعدين في منطقة جغرافية قد مدينة نصر، بيحسب لهم معدل السعرات اللي بيدخل لهم. بيقول لك هننتصر عليهم. يا عمي يعني، والسبب الوحيد اللي هو شايفه اللي هو بس هو إن هما ثقوا بالله وتربوا تربية ونشأوا نشأة صحيحة يعني. وكان يعني مش عارف أقول إيه. ومقتل إسماعيل هنية يعني مش عارف أقول عليه إيه يعني، ولكن أقدر أقول عليه هو خير خلف لخير سلف، والقادم هو خير خلف. إسماعيل هنية كان خير خلف لأحمد ياسين. أحمد ياسين هذا الإمام العاجز الذي لا يمتلك إلا لسان فقط، تلك إلا لسان، اللي اغتالوه وهو خارج من صلاة الفجر عشان بس عنده لسان بيتكلم بيه. أحمد ياسين اللي يمتلك لسان وعامل ده كله. إسماعيل هنية اللي ميت واستشهد هو وولاده وأحفاده، استشهدوا، ودلوقتي ماسك الحركة دي حسن نوار اللي مفيش يعني. خلاص هو مفيش مفاوضات على طريقه، هو خلاص هو داخل كاسة يعني. ولنا وقفة بسيطة عند الشيخ أحمد ياسين يعني. الشيخ أحمد ياسين اللي ما عندوش غير لسان بس هو بيتكلم بيه، هو أشل وأعمى ثاني منه يعني. شخص ما عندوش إمكانية إن هو ما عندوش غير لسان وبيسمع وبيتكلم بس هو ده اللي عنده، هو ده اللي يملكه. شوف كان عامل إيه الشيخ أحمد ياسين يعني. اتفرج على هما بيعملوا إيه. إنما هو إيمان وطن في قلوبهم، إنما هو إيمان وطن في قلوبهم. هما بيعملوا ده كله إنما هو من عند الله وليس من عندنا يعني. واللي احنا بنشوفه منهم بيعملوه هو يعني أنا مسمعتش عنه في التاريخ وما شفت ازاي غير عن الصحابة، عن قصص الصحابة وعن كلام عن الصحابة. ما تيجي تتكلم عن عثمان ولا زيد ولا تيجي تبص تحس إن الناس دي فرق عنك بسنين ضوئية. دلوقتي أنت تيجي تبص في جيرانك يعني تلاقيهم فارقين عنك بسنين ضوئية، سنانك جيرانك نفس عصرك يعني. إنما هو إيمان وطن في قلوبهم. لما تلاقيهم في وسط الدمار وفي وسط إن ده كله تلاقيهم بيحضروا ماجستير ودكتوراه في وسط المعركة وفي وسط القصف، تلاقيه قاعد بيحضر وبيناقش رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعته. لما تلاقيه من انعدام كل الطرق والسبل تلاقيه بيكافح عشان يوفر كهرباء ليهم وبيبتكروا وبيعملوا. لما تلاقيهم بيخترعوا بيصنعوا أسلحة، بيوصلوا تصنيع أسلحة وي وما عندهمش الإمكانيات. فدول هم محصورين في خانة ضيقة ومحسوب لهم، بقولك محسوب لهم السعرات اللي بتدخل للفرد، معروف كل حاجة بأدق تفاصيلها، بيعملوا ده كله. أمال أنت اللي متاح لك الإمكانيات، عافى في سربه آمنا في بلدي معافى في سربه عنده قوت يومي. أنت عايز إيه تاني يعني؟ عندك كل الإمكانيات يعني. عندك سرير زي ده تقدر تنام عليه أنت مرتاح ومطمن. أنت هتصحى الصبح هتلاقي أهلك جنبك مش هتلاقيهم ميتين، مرتاح إن أنت تقدر في أي وقت تقدر تخرج مع أصحابك ومع زمايلك، مش اللي هو مآمن على نفسك إنك أنت تخرج إن أنت تعمل. حتى وأنت في بيتك مآمن على نفسك، مش وأنت ورايح تطلع شهادة ميلاد ابنك ترجع تلاقي ابنك ميت. مش إن أنت تبقى ماشي وينقصف في إيه يعني.
كان في بوست كان بيتكلم فيه عن، دقيقة واحدة يعني، هشوف حاجة. 27 جولاي، 5 أغسطس. اه بس كان في بوست كان بيتكلم فيه عن بن سامي، بيقولك عارفين أنا بسأل نفسي دايما من صغري سؤال: ليه مش بنرد الاغتيالات؟ ليه الأجهزة الأمنية العربية حتى زمان وقت الصراع مع إسرائيل مش بتحاول تغتال قيادات إسرائيلية؟ يعني إسرائيل حاولت كذا مرة تقتل عبد الناصر، لكن العكس ما حصلش. ومحدش عندنا حاول يغتال نفر منهم، لكن لما كبرت فهمت إن ده ملوش لازمة حتى لو حصل. الأنظمة الدكتاتورية هي اللي الاغتيالات فعالة فيها. يعني لو أنت دولة ديمقراطية بيبقى الضرب مؤسسات. المهارات الفردية مهمة لكن تظل المؤسسات. الوزير بيمشي كل سنتين ثلاثة، والبيزنس والرئيس كل 4 أو 8 سنين. فالاغتيال أي حد مش هيعمل أي تأثير مدمر. عكس الدول الدكتاتورية، الرئيس هي الدولة والدولة هي الرئيس. فهنا لو ضربت القائد فالمنظومة تحته عايشة عليه. فمفيش دولة مؤسسات. دولة مؤسسات يعني الجهة بتكون مفرخة، بتصنع قادة. إن الجهة بتكون مفرخة بتصنع قادة، عشان معروف إن المسؤول فوق ده يعني رئيس قطاع، نائب وزير أو وزير. لو حتى رئيس، كل دول ناس قاعدة كام سنة وماشية، فالماكينة شغالة بتصنع اللي بعده. فلو رحت قتلت القائد قشطة عادي، أكنه قدم استقالته عن عين غيره. مرة كمان ومفرغ منه إن المهارات الفردية لبعض القادة بتفرق كتير وصعب استبدال البعض، لكن المنظومة مش هتنهار وتتدرب بشكل عكسي لو القائد ده معاه كل خيوط الجهة بتاعته. دي إجابة سؤال أكيد كتير فكروا فيه، مش زي حالاتي ليه مش بنرد على اغتيالات باغتيالات مضادة. ده لأن الفعل لازم يكون له أثر. فلو طلع عينك تخطيط وتضحية وحسابات وتعمل فعل مش هيأثر عليهم، يبقى ملوش لازمة. وطبعا كل ما سبق بفرض الاستطاعة وإننا نقدر يعني. وإحنا نقدر، اللي إحنا شايفينه من هناك نقدر، أو هم يقدروا إحنا ما نقدرش. هم يقدروا يعني. أنت عايز إيه يعني؟ بس هم اتحولت للنظام ده، أظن إن حماس قربت تتحول للنظام ده. يعني هو كان في دقيقة واحدة يعني، حاول يا حبيبي بابا. يعني معلش بس الفيديو طول مننا وبتاع، بس هحاول. يا رب. اهو يعني الحمد لله مش بعيد، بس الدنيا اتحمل لاني بقالي كتير ما ربطتش الموبايل باللاب. يعني هو كان سكرين شوت، مش عارف حتى مش راضي يفتح ليه. بس ممكن نقرا. يقول لك لو استشهاد أحمد ياسين لما شهدنا بس لولا استشهاد أحمد ياسين لما شهدنا بس إسماعيل هنية وبلاوي. ولو استشهاد صلاح شحادة لما عرفنا محمد الضيف وراينا صنيع. ولولا استشهاد الرئيسي لما ذكرت إسرائيل بأس السنوار. الأيام دول يا إسرائيل، الأيام دول، والألوان أشد بأسا وأعظم خطرا يعني. بس هو زي ما قلنا، هي منظمة حماس هي اتحولت لمفرخة زي ما بيقول بن سامي. هي شغالة بتنتج بس يعني. ما اعتقدش
الفكرة اللي أنا قلتها وضحت بعد ده كله، ولكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا نقدر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المقاطعة من التغيير باليد، ولكن من أضعف التغيير باليد. تكاد تكون مقاربة فليغيره بلسانه، ولكنها أعلى منها درجة. والله كريم، ولكن لازم لما تقاطع تقدر ترد، تقدر توجد منتج بديل ليه في بلدك ويبقى أقوى منه. ما ينفعش، لازم نبقى عندنا منصاتنا بتاعتنا احنا، ملكنا احنا المتحكمين فيها. شركات الإنتاج الأجهزة الإلكترونية بتاعتنا احنا، كل حاجة لازم تكون عندنا احنا وملكنا احنا، ان احنا لازم نكون مسيطرين على العالم. كان محمد مش عارف اسمه ايه بتاع ودخلت خيل الازهر يعني، ولكن يعني الدكتور محمد جلال الكشك كان بيتكلم فيه عن لماذا في آخر كتاب ودخلت الخيل الأزهر تقريبا آخر فصل، لك لماذا يجب أن يتحكم النظام الإسلامي في العالم. كان بيتكلم ليه والشرح تفصيلي، ممكن نبقى نعمل عنها فيديو بعد كده ونتكلم فيها، نتابع الفيديو ده. ولكن أرجوكم أنا عارف إن أنا طولت عن المعتاد، ولكن أنا مغطيتش جزء من اللي أنا عايز أقوله، جزء من اللي جوايا يعني. فأرجوكم اعملوا اللي تقدروا عليه. اتعلم، اقرا، اعرف تاريخك، اعرف انت مين، تعمل هنا ليه خلقت، اتعلم عقيدة، اتعلم دين، اتعلم مهاراتك، اتقن عملك يعني، اتقن عملك، اعمله بإتقان، وخلي عندك في علم ينتفع به اللي بعدك واللي بعدك واللي بعدك واللي بعدك، لأن احنا أمة يجب عندما تموت يستمر عملها، لأن احنا بنتحاسب على الصدقة الجارية والعلم ينتفع به والولد الصالح. لولا إن ربنا أعلم الحاجات دول قادرين إن هم يقوموا أمة، مش هيديك يشكل لك عداد غير نهائي من الحسنات، غير نهائي بتاع الحاجات دول. علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. بتربي ولد صالح، تعمل علم ينتفع به، عندك صدقة جارية تنفع الأمة اللي بعدك. واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وعملنا عنه فيديو، وممكن نعمل فيديو واثنين وثلاثة، لأن الحاجات دي تنفع الأمة وتقوم الأمة. علم ينتفع به لوحده تعمل طفرات، خلينا عندنا قدرة نقدر نتكلم. وزي ما بيقول الغرب power is knowledge. اعرف ان اللي معاه علم معاه قوة. خلي عندك علم، اتعلم، وخليك من اشطر الناس في مهاراتك على مستوى العالم. ده لازم دلوقتي، لان احنا خلاص يعني. وحتى كان في حد كان من فترة طويلة من بداية الحرب كان بيتكلم عن ليه الحرب دي مفرقية وايه اللي هيحصل في الفترات الجديدة، لأن احنا أوشكنا على مرور ناقص تقريبا بالظبط 4 سنين، 3 سنين و6 شهور، 3 سنين و 9 شهور و8 شهور على إن يبقى فيه 80 سنة عن شق إسرائيل. كان بيتكلم على دلالة في القرآن اللي هو ذكر رقم 40 في أكتر من موضع في القرآن، 40 سنة يتيهون في الأرض والكلام ده كله. فكان بيقول لك إن ال 40 سنة الأولى على احتلال فلسطين كانت 40 سنة هي بتاعت الصدمة، واللي حاولت إن هو زي ما إنسان بيموت وأنت بتحاول تصعقه بكهرباء انتفاضة. ال40 سنة التانيين بعد
بناء جيل قادر على المقاومة والتحليق والمنافسة والنفس الطويل. ال40 سنة الأخرانيين بتاعت جيل التحرير، تغير الأجيال. واللي أنا عايز أوصله الفيديو ده إن إحنا لازم يبقى عندنا القوة عشان نقدر نتكلم وكلمتنا تكون مسموعة في العالم كله، ولازم يكون عندنا قوة، والقوة تعني العلم. فلازم نتعلم ونبقى أشطر الناس في جميع مجالاتنا، ونقدر يبقى عندنا اقتصادات وأنظمة قوية. لأن أنت دلوقتي في عالم متحكم فيه اقتصاد يساوي سلطة، العلم يساوي قوة. لازم يبقى عندك علم قوي، تبقى عارف انت ماشي ازاي، مخطط انت ماشي ازاي. لازم مكنش تايه وجاي هنا الحياة متعملش أي حاجة إنما احنا نخوض ونلعب. لا، جايين الحياة علشان نعبد الله في الأرض ونطبق قوانين ربنا في الأرض. نعبد الله نطبق قوانين ربنا في الأرض ازاي؟ بإن احنا نتعلم علم الله، نعرف القوانين دي اتشرعت ليه، نعرف ونتعلم. وكان في تقريبا محاضرة للبشمهندس أيمن عبد الرحيم، هسيبلكوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. كان بيتكلم فيه عن رحلة تعلمه، يعني تقريبا المحاضرة مش كاملة، هي ساعة ونص، يعني ولكن يعني أي حاجة تزق معنا. وأنا مش آسف خالص إن أنا طولت عليك في الفيديو ده، وإن شاء الله نعمل فيديو تاني نتكلم عن القضية الفلسطينية وإزاي غيرت شكل العالم ونعيشها من منظور تاني. ولكن ما تنسوش قوتكم في الدعاء، قطعه، خلي تحلى بالعلم، تحلى بالصبر، واعرف عايز تعمل ايه، وخليك جيل بهدف ولا تصبح جيل تايه بلا هدف. وشكرا لمشاهدتك، شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن، وأشوفك في فيديو جديد. دمتم أهلا ولازمتم سهلا. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا وتكون في الدعاء.